ازيكم يا جماعه تاني في ريفيوزات. دلوقتي احنا زي ما اتكلمنا ان احنا هنتكلم على تليفون البي 10 اللي لسه كان نازل امبارح، وللاسف احنا ما حناش نحضر الايفنت. دلوقتي ده اللي في ايدينا هو تليفون بي 10. زي ما احنا شايفين من قدام مفيش غير الفرونت كاميرا والسنسور والمايك، واخيرا بقى الفينجر برينت سنسور. شركه هواوي غيرته، ما بقاش موجود ورا زي ما كنا متعودين من كل الديفايسز بتاعت هواوي، لا بقى موجود هنا مكان الهوم بutton، وعلى اليمين في الباور بutton والزرار اللي بيعلي الصوت وبيوطيه. وورا هنلاقي فيه الدول لينس او العدستين الموجودين في التليفون واللي بروفايدد باي شركه لايكا. وفي هنا الدول فلاش بتاع التليفون كمان. في حاجه مهمه عايزين نقولها على العدستين دول، ان هما فيهم عدسه 20 ميجا بكسل بتصور مونوكروم ابيض واسود، والعدسه الثانيه 12 ميجا بكسل عشان تصور الالوان. والتليفون لاول مره من شركه بيجي ب نظام تشغيل اندرويد نوجا 7 وواجهه مستخدم ايموشن يو اي. والبروسيسور الموجود على التليفون هو كيرن 960 او كيرن 960، بيجي ب 4 جيجا بايت رام. والشاشه بتاعت التليفون فول اتش دي. اما الفرونت كاميرا بتاعت التليفون هي 8 ميجا بكسل. يعني ممكن نجرب كده الكاميرا تيستنج بسيط، نشوف الدقه بتاعتها. لو هنعمل زوم على كلمه ريفيوزات هنا مثلا، طبعا يعني الدقه صعبه قوي انها توضح بالطريقه دي، بس شايف ان الصوره ما بكسلتش قوي بالدرجه اللي احنا متخيلينها. طبعا صعب ان احنا نختبر الدقه بتاعه الكاميرا بالطريقه دي، بس دي لحد ما الديفايسز تجيلنا ونقدر ان احنا نعمل عليها فول ريفيو. من الحاجات برضو الموجوده في التليفون ان الشاشه بتاعته 5.1 بوصه ومعموله بدقه فول اتش دي، والبطاريه بتاعت التليفون 3200 ملي امبير. التليفون سعره في السوق هيكون 650 يورو.